الو. مساء الخير. مين؟ مساء الخير، ابو مسعد معايا؟ انا احمد مسعد، مين معايا؟ انا لويس ابو مسعد، وعاوزك تحكي لزغليل تالتة ثانوي عني. طب انت لويس مين بقى، ال 14 ولا ال 15 ولا البرو ماكس؟ واضح ان الفرنسيين خلقهم ضيق قوي. تبدأ كبسولتنا الأولى من أول فكرة لاحتلال مصر أواخر القرن ال17 تحديدا 1672. أما قرر ملك الشمس لويس ال14 إنه يطبق مثل شعبي سمعه في زخنيقة من أحد زخانيق فرنسا، وهو لو عاوز تضرب عدوك في مقتل اضربه في مصدر فلوسه. وده اللي فرنسا فكرت تعمله مع جارتها هولندا اللي كانت متفوقة اقتصاديا وشبه مسيطرة على التجارة العالمية خصوصا في الهند. عشان كده قرر لويس إرسال حملة عسكرية لاحتلال مصر لضرب التجارة الهولندية اللي موجودة في الهند، وبكده يضمن وقوع هولندا وصعود فرنسا. لكن محاولته كانت مجرد محاولة، وبكرة هيخف. حفيده البرو لويس ال15 النص الثاني من القرن ال18 تحديدا 1769 فكر في احتلال مصر، بس مش بحملة زي جده لكن بالتفاوض. ولأنه دبلوماسي انتهز فرصة الحرب ما بين العثمانيين وما بين الروس على أماكن حدودية وحالة الضعف والوهن اللي أصابت الأتراك، فطلب مصر بالحب. شبين فخفخينا هو الباب العالي من عند فرغلي ونمضي عقود مصر كأنها شقة أجار وسلام عليكم، لكن السلطان رفض وقال له ما ببيعش مصر بشب عصير واحد. أخيرا الملك المسفوع من شعبه واللي عامل لي فيها المداح 3 لويس ال16 كان عاوز يسهل تجارة فرنسا مع الشرق، لأن عاش الخزانة الفرنسية اللي بقت على الحديدة بفضل ذكائه وقراراته. فالبلية تلعب ونرجع ننبسط. عشان كده قرر ياخد طريق الشورت كات اللي هو مصر بدل من الطريق الأبعد والأطول وهو رأس الرجاء الصالح. فقرر إرسال حملة عسكرية لاحتلال مصر، لكن أو لا لا مون ديو، الفرحة ما كملتش. جوازه من أميرة نمساوية، ديون، أزمات، جبنه، تردده زاد من غضب شعبه، وانتهى حلمه بالثورة عليه وإعدامه بالمقصلة. وبس كده. زغليل، تتوقع مين من الميتين هيكلمنا المرة الجاية؟ سلام.